السلام عليكم. الفيديو ده انا هتكلم معاكم عن حاجة غريبة شوية. من فترة كده رحت اشتري كتب جديدة اقراها. يعني انا راجل بقرا جديد، يعني مش قديم في قصة القراية. يعني لما بروح للراجل بسأله يعني قول لي ايه حاجات حلوة اقراها. فالراجل اقترح عليا رواية اشتريتها. روحت بدأت اقرا فيها. وفي خلال ما انا بقرا في الروايه لقيت ان الراجل اللي كاتب الروايه ده بيحكي الايام اللي احنا عايشين فيها. ببص على الكتاب ده اتكتب سنه كام، لقيته اتكتب سنه 1949. يعني الراجل شبه تنبأ باسلوب الحياه اللي هنبقى عايشين بيه الفتره اللي احنا عايشينها دلوقتي. وعشان يبقى عندكم فكره ايه الروايه اللي انا هتكلم عنها النهارده، هي روايه 1984 بتاعت جورج اوريل. كتاب مشهور جدا وفي ناس كتير قوي عامله عنه فيديوهات. وانا مش هتكلم عن الكتاب، عن قصته او تفاصيله او عمقه. انا هتكلم عن نقطتين فعلا انا كنت يعني فاتح بقي كده ومستغرب ازاي الكلام ده مكتوب 1949. الراجل من حوالي 70 سنه قرا العالم رايح على فين. يعني ملخصا كده الكتاب بيقول لك ان في بلد ايا كان اسمها ايه، في حزب مسيطر على الحكم هناك. يعني هو حزب شيوعي معتمد على حكم الجماعة. الناس مجموعة حاكمة مش شخص واحد. وفوق الجماعة دي في صورة لشخص اسمه الأخ الكبير. والأخ الكبير ده طول الكتاب هو ما ظهرش في ولا صورة. يعني الخطابات السياسية اللي كانت بتحصل ما كانش الأخ الكبير هو اللي بيتكلم بيها. الأخ الكبير ده هو الغطا اللي متغطي وراه الناس اللي بتحكم البلد. هو مش بيتكلم بتفاصيل هو في سنة كام ولا فين المنطقة اللي هم فيها ولا كل الكلام ده، بس هو بيتكلم ان في خلال الفترة اللي هم عايشينها دي الحزب الحاكم اخترع حاجة اسمها شاشة العرض. شاشة العرض دي موجودة في كل البيوت. شاشة العرض دي بتراقبهم وبتديهم أوامر. يعني شاشة العرض دي بتراقب نومهم، بتراقب ردود أفعالهم، بتراقب بيعملوا إيه في البيت، روتينهم، بيتكلموا بيقولوا إيه. وفي نفس الوقت شاشة العرض دي بيتعرض عليها حاجات بتحركهم. يعني مثلا يتعرض عليها برامج، يتعرض عليها خطابات، يتعرض عليها أفكار. أي حاجة الحزب عايز يغذي بيها الأعضاء العاديين اللي في البلد بيمررها عن طريق شاشة العرض. أنا بقى بقول لكم ليه قصة شاشة العرض دي. لأن إحنا النهاردة عايشين بشاشات عرض. إحنا النهاردة عايشين بنفس فكرة شاشات العرض دي بس بأسلوب مختلف، اللي هو الموبايل واللابتوب والتلفزيون واي حاجه كونكتد بالانترنت. موبايلك عارفك اكتر من نفسك. موبايلك عارف انت بتصحى الساعه كام، اول ما بتصحى بتعمل ايه، بتنزل من بيتك الساعه كام، بتنزل من بيتك بتروح فين، بتروح فين، تفضل قاعد هناك قد ايه، وترجع تاني البيت امتى، بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتكلم مين، بتفكر في ايه. كل حياتك من اول ما بتصحى لحد ما بتنام وانت نايم كمان موبايلك عارفها. حاجة تاني فكرة تغذية الافكار بتاعت الناس بحاجات معينة في شاشة العرض هي اوريدي كده كده موجودة. انا موضوع الافكار ده خلاني افكر هو الكونتنت اللي الناس بتتفرج عليه هل هي اللي اختارت ان هي تتفرج عليه ولا هي اتفرضت ان هي تشوف الكونتنت ده. يعني انا كنت ببقى فاكر ان انا مثلا بتفرج على فيديوهات الكورة عشان انا بحب اتفرج على فيديوهات الكورة. بتفرج على الريلز بتاعت البرفيومز مثلا عشان انا بحب اعرف ايه الجديد في البرفيومز. بشوف حاجات اللبس والفاشن عشان انا بحب اللبس. بشوف حاجات البيزنس عشان انا بحب البيزنس. بس لما فكرت في الموضوع من ناحية تانية، ما هو وارد ان هم يكونوا فرضوا عليا او علينا نوع الكونتنت اللي انت بتشوفه. ده معناه ان هو قادر يتحكم في افكارك او قادر يزرع جواك فكرة، والفكرة دي تفضل تكبر 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 لحد ما تقتنع ان هي جزء من شخصيتك. وانت ممكن تكون من سنة ولا من سنتين الموضوع ما كانش بيعدي على دماغك. الكونتنت اللي انت بتشوفه ده حاجة بتتحكم في افكارك، وحاجة بتتحكم في مشاعرك، حاجة بتتحكم في نشاطك، حاجة بتتحكم في احلامك وفي طموحاتك. فانت كل الكلام ده، كل الكلام ده وارد حتى لو بنسبة 1% ان هو يكون مفروض عليك، مش انت اللي اخترته. وفي الحالة دي الواحد محتاج يقعد مع نفسه وقت كتير قوي عشان يعرف الحاجة اللي هو حارب عشان يوصل لها، هل الحاجة دي هو فعلا عاوزها ولا الحاجة دي مفروض عليه من السوشيال ميديا مثلا، او مفروض عليه من المجتمع اللي هو فيه، او مفروض عليه من ايا كان الحاجه اللي مفروضه منه. لان هو مجرد ان هو ما يوصل للحاجه اللي مفروض عليه اللي هو بيحارب عشان يوصل لها، اللي فاكر ان سعادته فيها، اول ما يوصل لها يلاقي ان هو مش هيحس بحاجه.
بالعكس ممكن يخش بقى في اكتئاب وحزن، انا ضيعت حياتي في حاجه انا كنت فاكر ان انا عاوزها، ووقت ما وصلت لها لقيت ان انا مش عاوزها. حتى القضايا اللي انت بتتعاطف معاها ممكن تكون مفروض عليك. يعني انا ممكن، لو انا الشخص اللي بختار مين يشوف ايه مين ما يعملش ايه، انا ممكن افضل ارمي لك محتوى عن قضايا معينة، فانت تتعاطف مع القضايا دي وتبني هويتك على ان انت بتحارب اي حاجة عكس القضايا دي. وفي الاخر الناس اللي في القضايا اللي انت بتدافع عنهم دول ممكن يكونوا مجرمين. وده البروباجندا اللي اسرائيل بتعملها دايما من قديم الزمن. يعني بيزرع فكرة في الغرب عن قد ايه العرب همج وقد ايه العرب مجرمين، وان احنا كاسرائيل احنا الحاجز اللي بينكم وبين العرب، وانتوا لازم تدعمونا وانتوا لازم تعملوا. واول ما السوشيال ميديا ابتدت توري الحقيقة شوية، الناس كلها ابتدت تتعاطف مع فلسطين، وابتدت تشوف قد ايه اسرائيل دول خنازير، وازاي اسرائيل دول عاملين زي السرطان في وسط الشرق الاوسط يعني، وفي المنطقه اللي احنا عايشين فيها يعني. ربنا ينتقم منهم ان شاء الله. فكره تانية اتكلم عنها في الكتاب، والفكره دي نورت لي دماغي بشكل غريب. في مقوله كده في الكتاب الحزب دايما كان بيقولها للمواطنين، وهي ان اللي بيتحكم في الماضي بيتحكم في المستقبل، واللي بيتحكم في المستقبل بيتحكم في الحاضر. معناها يعني ان انت لو عايز تتحكم في الشخص اللي قدامك ده، سيطر على ماضيه. هتقولي طب اسيطر على ماضيه ازاي يا عم؟ ده الماضي ده عدى وفات وحصل خلاص، انا مش هقدر ارجع بالزمن يعني اغير الماضي ازاي؟ هو في الكتاب ما كانش بيغير الماضي، هو في الكتاب كان بيغير الفكرة بتاعة الاشخاص عن الماضي. اخر الكتاب كان بيتكلم عن قد ايه الماضي ده حاجة مش موجودة، حاجة مش حقيقية. الماضي ده حاجة انت شايفها في مخك انت بس. يعني انت مريت بتجربة، ايا كانت التجربة دي كويسة او وحشة، وحكمت عليها حكم من وجهة نظرك انت، وعلى اساسها بقت في ذكرياتك انت بوجهة نظرك انت. بس علاقة اللي حصل ده بالحقيقة اللي حصلت قد ايه محدش عارف. من الحتة اللي هو بيتكلم فيها دي انا لقيت ان انت ممكن كبني ادم تقدر تغير صورتك عن الماضي، او تقدر تغير تجربتك عن الماضي. لو انت كان ماضيك وحش او كان ماضيك سيء، تقدر تغير فكرتك عن الماضي. الموضوع مش سهل، هتحتاج شغل كتير قوي، بس ممكن يحصل. يعني انا لما قعدت فكرت لقيت ان انا في حاجات فعلا في ذكرياتي انا فاكرها بشكل معين. لما قعدت كده سرحت معاها قوي، حاولت استرجع بقى انا اللحظه اللي حصلت فيها الموقف ده كنت عامل ازاي، وكنت مع مين، وفكري كان عامل ازاي، ومودي كان عامل ازاي. بلاقي ان في حاجات حصلت انا ما كنتش مدخلها في حكمي على الموضوع. لما دخلت غيرت حكمي تماما عن الموضوع، من حاجه سلبيه لحاجه ايجابيه. لقيت ان اللي حصل ده كان لازم يحصل، عشان الحاجه اللي حصلت في الماضي كان ليها دور كبير قوي في اللي انا وصلت له. انا مش بتكلم على حاجه وصلت لها كانجاز في حياتي او كتغيير في شخصيتي، انا بتكلم عموما الشخص اللي انا عليه النهارده. لما قعدت فكرت في ذكريات وحشه مثلا انا كنت بتضايق لما بفتكرها، وبقعد بقى ليه حصل كده، وازاي يحصل معايا كده، وانا ليه سكت، وانا ليه اتصرفت كده. وتقعد بقى تفتكر السيناريو اللي حصل، وتقول انا ما كانش المفروض اقول كذا، انا كان المفروض ارد اقول كذا، وانا ما كانش المفروض اسكت هنا، انا كان المفروض اتكلم اقول كذا، وانا ما كانش المفروض اعمل كذا، وانا ما كانش المفروض مثلا اتفادى المشكله، انا كان المفروض اخش في المشكله واتصرف فيها بكل غشامه واسكت اي حد حاول يجي عليا. وتقعد تتخيل سيناريوهات كتيره حوالين موقف كان مضايقك، موقف بسيط قوي. لما قعدت فكرت فيه فعلا لقيت ان الماضي ده انا قادر ان انا احلله بشكل احسن، ففكرتي او نظرتي ليها تتغير من ان هو كان حاجه سلبيه، حاجه بتضايقني لما بفتكرها، بان انا ممتن للتجربه دي ان هي حصلت. لان التجربه دي لما حصلت بالشكل اللي انا كنت فاكره وحش ده، ساعدتني في ان انا اتطور مثلا في شخصيتي في حاجه، او ان انا اغير وجهه نظري في الحياه عن حاجه. يعني لو انت عايز تفرض سيطرتك على شخص، بص على ماضيه، دور على ماضيه، شوف النقط الفاصله اللي في ماضيه، النقط اللي كونت شخصيته اللي عليه دلوقتي. لو قدرت تتحكم فيها هتتحكم في الشخص. طبعا دي فكرة سامة جدا، يعني محدش يعمل كده. شوف انت ماضيك عامل ازاي وحاول تغير فكرتك عنه، لان هو اللي حصل لك ده كان لازم يحصل لك، وكلها اقدار ربنا يعني، وربنا ما بيجيبش حاجة وحشة. وطول ما الحاجة حصلت فهي حصلت لمصلحتك. كتاب حلو بس غامق يعني، حسيته كئيب كده شويه. عايز اعرف رايكم في موضوع الماضي ده. هل هو حاجه افكتيف فعلا؟ هل هي حاجه فعلا ممكن تتعمل؟ هل ممكن واحد فعلا يقدر يغير ماضيه ولا لا؟ ومستني اسمع رايكم في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.